الدرس الرابع في الجبر، مجموعة الأعداد الحقيقية ح. تعالوا نشوف ونتابع مع بعض. مجموعة الأعداد الحقيقية ح يا شباب الأعداد الحقيقية ح دي تنتج من أو عبارة عن، نرمزها طبعا بالرمز ح، عبارة عن نون اللي هي مجموعة الأعداد النسبية اتحاد نون شرطة مجموعة الأعداد الغير نسبية اللي احنا خدناها الدرس اللي فات. تمام يا شباب؟ يبقى عبارة عن نون اتحاد نون شرطة. تمام؟ نخلي بالنا ملحوظة نكتبها كده مع بعض. ايه هي الملاحظة بتاعتنا؟ ان عندك مجموعة اعداد العد عين دي عبارة عن مجموعة جزئية او محتواه داخل مجموعة الاعداد الطبيعية طاء، وطاء بدورها محتواه او مجموعة جزئية من صاد اللي هي مجموعة الاعداد الصحيحة. كذلك صاد بما تحتويه مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية نون، ونون بما تحتويه مجموعة جزئية من ح اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية. تمام يا شباب؟ يبقى أي عدد نسبي أو عدد غير نسبي، تمام، دول ينتموا إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. تعالوا كده نشوف مع بعض مخطط بالشكل اللي قدامنا ده. المخطط ده يا شباب عبارة عن أو يمثل مجموعة الأعداد الحقيقية ح. تمام؟ هنكتب هنا في هذا المخطط مجموعة الأعداد، هنا طبعا نون شرطة. تمام؟ هنا عندي ط محتواه جوه صاد اللي هي بالأحمر، وصاد كلها محتواه جوه نون بهذا الشكل. تمام؟ ده المخطط ده يا شباب يعبر عن مجموعة الأعداد الحقيقية نون شرطة ونون. ونلاحظ ان ط محتواه جوه صاد محتواه جوه نون. في ملحوظة تانية يا شباب برضو عايزين نتكلم عليها او نقول عليها، اللي هي ايه بقى؟ خلي بالك، نون تقاطع نون شرطة، يعني مجموعة الأعداد النسبية تقاطع مجموعة الأعداد الغير نسبية. يعني ايه الأعداد المشتركة او اللي نقدر نقول عليه نسبي وغير نسبي في نفس الوقت؟ طبعا مفيش. ولذلك احنا حتى في المخطط نون ونون شرطة يعني مجموعتان متنافيتان، يعني تقاطعهم بصفر، يعني ما ينفعش عدد يبقى نسبي وغير نسبي في نفس الوقت. تمام يا شباب؟ لو جينا يا شباب عبرنا عن مجموعة الأعداد الحقيقية على خط الأعداد بهذا الشكل، تمام، وحطينا واو يعبر عن عدد صفر، يعبر عن العدد ايه؟ صفر. هنلاحظ يا شباب ان على يمين الواو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، وعلى يسار الواو مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة. تمام؟ يبقى نقدر نقول إن هنا ح الموجب، وعلى يسار الواو ح السالب، وهنا ده مين؟ اللي في النص ده الصفر يا جماعة. هنا ده الصفر، يبقى على يمينه ح الموجب وعلى يساره ح السالب. تمام؟ يبقى ح الموجب تقع على يمين الصفر، وح السالبة تقع على يسار الصفر. تمام كده يا شباب؟ طيب، في بعض الملاحظات برضو هنقولها كده. تعالوا نشوف كده مع بعض ملاحظات. بتقول ايه بقى الملاحظات دي؟
أول ملحوظة في الملاحظات التانية بتقول إن العدد صفر ماله بقى صفر وحكايته إيه؟ الصفر ده يا ولاد عدد لا هو موجب ولا هو سالب، ولذلك ده المحايد الجمعي. خلي بالك هنا الصفر ليس موجبا أو سالبا. واضحة دي كده يا شباب؟ طيب بما إن الصفر لا موجب ولا سالب، لو حطينا الصفر يا شباب مع مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، يعني أضفناه ليهم، يعني بدل ما يقعد كده لوحده يعني يتيم، لو ضميناه لمجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة، بمعنى يعني قلنا ح الموجب ضمينا ليهم، يعني عملنا لها اتحاد مع مين؟ مع الصفر. ده هيساوي ايه يا شباب؟ هل في الحالة دي نقدر نقول ان المجموعة اللي قدامنا دي هتبقى الأعداد الحقيقية الموجبة؟ لا، ما احنا الصفر مش موجب، ففي الحالة دي هنطلق عليها مجموعة الأعداد الحقيقية. طبعا هي مش هنقدر نقول عليها الموجبة، فنقول عليها الغير سالبة. تمام يا شباب؟ يبقى مجموعة الأعداد الحقيقية الغير سالبة دي علشان خاطر مين؟ الصفر انضم لي. واحد شاطر أنا سامعه بيقول لي طب يا أستاذ لو احنا ضميناه لمجموعة الأعداد الحقيقية السالبة، يعني قلنا ح سالب اتحاد الصفر، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برضو زي ما هنا هنقول مجموعة، طبعا مش هينفع نقول عليها مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة، طبعا هنا اتحاد، تمام؟ مش هينفع في الحالة دي نقول عليها مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة، لأن معاهم الصفر، الصفر ده مش سالب، فهنقول عليها مجموعة الأعداد الحقيقية الغير موجبة. وضحت كده يا شباب؟ عشان ما تلخبطش، عشان واحد يقول لي إن غير موجبة يعني سالبة، لا، لو أنا عايز أقول سالبة هقول سالبة، ولكن هنا بقول غير موجبة ليه؟ علشان خاطر الصفر. خلاص يا ولاد؟ عشان خاطر الايه؟ الصفر هنا دخل معايا في الموضوع، فما ينفعش اطلق على هذه المجموعة انها مجموعة الاعداد الحقيقية الايه؟ السالبة، فهنا في الحالة دي هتبقى الغير موجب. الملحوظة الأخيرة معانا بتقول في رمز يا شباب بيقابلنا، ممكن يقابلنا أو ما يقابلناش على فرض، عشان لو قابلنا نبقى عارفين المجموعة ح ستار. عموما يا شباب أي مجموعة فوق منها ستار هتعرف ان المجموعة دي عبارة عن المجموعة كلها بس منزوع منها الصفر يا شباب، منزوع منها الصفر. يعني ح ستار دي عبارة عن ح، المجموعة ح فرق، يعني شيل منها العنصر او مجموعة الصفر. تمام كده يا شباب؟ دي المجموعة اللي هي اسمها ح ستار. تمام؟ طيب هناخد كده امثلة على الاعداد الحقيقية مع بعض. امثلة على الاعداد الحقيقية. امثلة لاعداد حقيقية زي ايه؟ يعني لو قلنا مثلا صفر ده عدد حقيقي، جذر 5 سالب 2/7، تمام؟ الجذر التكعيبي لسالب 2، لو قلنا مثلا 8/1000،
كل دي أمثلة لأعداد حقيقية، في منها طبعا اللي نسبي ومنها اللي غير نسبي، ففي الآخر برضو كلها أعداد إيه؟ حقيقية. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بعض الأمثلة أو الأسئلة. هناخد سؤال تفاعلي دلوقتي، وبعد كده هنشوف أسئلة نحلها، وناخد أسئلة تفاعلية نختم بيها الدرس. يلا بينا. السؤال بيقول نون اتحاد نون شرطة، مجموعة الأعداد النسبية اتحاد مجموعة الأعداد الغير نسبية. الإجابة الأولى فاي ولا نون ولا نون شرطة ولا ح؟ طبعا واضحة ومفيهاش أي مشكلة. السؤال هنا بيقول نون تقاطع نون شرطة، مجموعة الأعداد النسبية تقاطع مجموعة الأعداد الغير نسبية، هل هو فاي ولا نون ولا نون شرطة ولا ح؟ تمارين. هنا أول سؤال معانا في التمارين بيقول لي أوجد مجموعة حل كلا من المعادلتين الآتيتين في ح. المعادلة الأولانية 2 س تربيع زائد 6 بيساوي 8. المعادلة الثانية س تربيع زائد 1 يساوي 0. تعالوا نشوف مع بعض أول معادلة. طبعا القصة كلها بجيب قيمة السين وأشوف هل تنتمي لح، يبقى دي مجموعة الحل، ما تنتميش يبقى ما فيش مجموعة الحل فاي. تعالوا نشوف هنا. أول حاجة لازم أشوف الحاجة اللي مع السين، أنا عندي هنا موجب 6، خلاص يبقى نتخلص منها نوديها الناحية التانية. يبقى عندي هنا 2 س تربيع، هنشيل الستة ونوديها الناحية التانية، يبقى هنا 8 ناقص 6، يبقى 2 س تربيع يساوي 8 ناقص 6 كام؟ 2. طب أنا عايز إيه؟ س. طب أنا عندي 2 س تربيع، طب نعمل إيه؟ هنعمل حاجة جميلة، هنقسم على 2 في الطرفين هنا وهنا، فيبقى عندي هنا س تربيع يساوي 2 على 2 بواحد. يبقى هنا ناخد الجذر التربيعي، يبقى س يساوي موجب أو سالب 1. اوعى تنسى موجب أو سالب 1. طبعا الموجب 1 أو السالب 1 ينتمي إلى ح، يبقى تيجي تقول إذا مجموعة الحل هتساوي 1 وسالب 1. اوعى تنسى وتخليها 1 بس. تمام؟ لأن أنا باخد الجذر التربيعي، أي عدد نسبي ليه جذرين تربيعيين، واحد موجب والآخر سالب. تمام؟ إنما الجذر نفسه، علامة الجذر دي اللي هي المظلة دي، ده بيطلع منها الجذر الموجب. تمام؟ طيب تعالوا نشوف إيه المعادلة الثانية ونشوف هنحل إزاي. هنا بيقول لي س تربيع زائد 1 يساوي 0. الهدف طبعا إن أنا أوصل لقيمة س، فبداية هنقول س تربيع يساوي، نودي الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 0 ناقص 1 اللي هو بيساوي كام؟ سالب 1. يبقى س تربيع بتساوي سالب 1. ناخد الجذر التربيعي، ناخذ الجذر التربيعي للطرفين. تمام؟ طيب أنا سامع واحد شاطر بيقول لي يا مستر هو السالب 1 ينفع ناخد له جذر تربيعي؟ برافو عليك. طبعا يبقى هنا س هتساوي الجذر سالب 1 وده مرفوض، ما عنديش أنا جذر تربيعي لعدد سالب، يبقى هنا ده لا ينتمي لح، ده عدد غير حقيقي، يبقى هنا مجموعة الحل تساوي إيه؟ فاي. مجموعة الحل هنا بتساوي فاي. خلي بالك ده كمين، طالما عدد أو س تربيع ألف تربيع نون تربيع أي كمية أو رمز متغير عليه تربيع وطلع لك الناحية التانية بالسالب، يبقى هنا ما ينفعش أخد له جذر تربيعي في ح. خلاص؟ الكلام ده إن شاء الله لما نروح أولى ثانوي هناخد مجموعة جديدة اسمها مجموعة الأعداد التخيلية، اللي هي مجموعة جزئية من الأعداد المركبة، هنعرف إن في عدد تخيلي اللي هو بيساوي جذر سالب 1. إنما في ح لا، في ح يساوي فاي. خلي بالك من المطب ده ومن الكمين ده. ماشي يا شباب؟ طيب ناخد سؤال تاني في التمارين، وبعد كده
نشوف سؤال تفاعلي نختم بيه الحلقة. يلا بينا. هنا السؤال الثاني. أكمل. حاجات خفيفة كده من بتاعة الامتحان. أول واحدة ح الموجب اتحاد ح السالب. الله على الجمال. سامع واحد شاطر بيقول لي اهو ح الموجب اتحاد ح السالب، يديني ايه يا ترى؟ برافو برافو فعلا، اديني ح ستار يا شباب. ح يعني ح فرق الصفر. تمام كده يا ولاد، ح فرق الصفر، لان الصفر ما ينتميش لح الموجب ولا ينتمي لح السالب. طب يلا واحدة خفيفة وجميلة اهي، ح موجب تقاطع ح السالب. يا ترى هتديني ايه؟ ح موجب تقاطع ح السالب يعني ايه؟ يعني ايه ح الموجب تقاطع ح السالب؟ عدد حقيقي موجب وفي نفس الوقت يكون عدد حقيقي سالب. مفيش. يبقى على طول هنا ايه؟ فاي. برافو. طيب ح فرق نون، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية شيل منها مجموعة الأعداد النسبية، يقعد مين بقى؟ برافو، نون شرطة. هايل. طب لو قلنا ح فرق نون شرطة يبقى يقعد نون. تمام. كلام جميل. تمام كده يا شباب. ده كان يا شباب يعني الملخص والسمري بتاع الدرس بتاع الأعداد الحقيقية. تمام. وشوية الأفكار أو الملحوظات اللي فيه والأسئلة اللي ممكن تيجي على هذا الجزء من الدرس. تمام. هناخد سؤالين تفاعليين كده نختم بيهم الدرس ونشوف مدى استيعابكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس اللي بعد كده. يلا بينا. السؤال بيقول ح اتحاد نون شرطة، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية اتحاد مجموعة الأعداد الغير نسبية. تمام. هل هو ح ولا نون ولا نون شرطة ولا فاي؟ خلي بالك أنا هنا مش بقول لك تقاطع، مش بقول لك فرق، أنا بقول لك اتحاد. تمام. يعني ح اللي هي عبارة عن مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد الغير نسبية، لما تتحد مجموعة الأعداد الغير نسبية يعني واضحة ما فيهاش أي مشكلة، يعني مش هيزيد لها حاجة يعني. فنشوف الإجابة الأنسب. تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعد كده. ح تقاطع نون شرطة، مجموعة الأعداد الحقيقية تقاطع مجموعة الأعداد الغير نسبية. هل الإجابة هتكون ح ولا نون ولا نون شرطة ولا فاي؟ إيه هو العدد الحقيقي وغير نسبي في نفس الوقت؟ فهتكون نشوف الإجابة يعني إيه المشترك ما بين نون شرطة وح. تمام. تعالوا نشوف السؤال الأخير. مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 9 يساوي صفر في ح هو. هل المجموعة 3 ولا المجموعة سالب 3 ولا المجموعة 3 وسالب 3 ولا فاي؟ خلي بالك شوف المسألة تمشي أو المعادلة هتمشي إزاي. تمام. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.